نمسك الخطوات خطوة خطوة، وازاي نبتدي نعمل عملية لصق للاستيكر على الإزاز، وازاي نستخدم الرش على الحفر على الإزاز. هنا ببتدي أثبت الاستيكر على الظهر بتاع لوح الإزاز اللي أنا هبتدي أعمل عليه عملية الحفر، ولازم يكون الاستيكر وهو بيتثبت على الإزاز ما يسيبش أي فراغات. عندي زي ما انتوا شايفين كده بيبتدي يمشي عليها، وهيبتدي يجيب مسطرة أو كارنيه أي حاجة مستقيمة، ويبتدي يمشي على الاستيكر اللي لزقه علشان يخرج أي فراغات معاه. ولو حصل ان بقى فيه زي بؤر كده فراغات، ببتدي اجيب دبوس واعمل ثقب عليها، وابتدي امشي عليها بمسطرة او بكرنيه زي ما هو ماشي كده عشان اطلع